مرحبا حضورنا الكريم، أهلا وسهلا بكم اليوم في لقائنا للحديث عن بدايات. معكم المهندسة المعمارية هناء جمعة، استشارية وباحثة في علم طاقة المكان. محدثكم اليوم أنا وزوجي الدكتور ياسين الزبيدي، دكتوراه في الكمبيوتر وخبير في تغيير طاقة الإنسان نحو الأفضل. دكتور، احنا لنا تجربتنا الخاصة ونحب أن نشاركها مع أخواتنا المستمعات اللي حاضرات معنا اليوم في هذا اللقاء. التغيير، كيف يمكن أن يكون الإنسان مستعد للتغيير بمناسبة أنه جلستنا اليوم تتحدث عن بدايات جديدة؟ التغيير هو سنة كونية، واحدة من السنن الكونية. لا يوجد شيء ثابت دائما نحن هناك في تغير مستمر. علينا دائما أن نكون مستعدين من الداخل لفكرة التغيير والتأقلم مع ما سيأتي لاحقا. البداية دائما تكون من الداخل، عندما يكون لدي استعداد لأن أتقبل ما الذي سيحدث وما ممكن أن أتعامل معه بإيجابية، وكيف يمكن أن أحول الظرف الصعب أو الأمور الصعبة إلى بدايات جديدة وصحيحة. إذن أنه البداية هي أمر كوني، دائما نحن في بدايات جديدة. كيف يمكننا أن نتعامل مع هذه البدايات الجديدة على أنها أمر إيجابي ونخلق به روح المغامرة ونحب هذا التغيير بدل أن نجعله أمر مأساوي نتباكى عليه ونتشكى منه؟ مرينا خلال حياتنا في العراق بتحديات كبيرة جدا، من ضمنها حروب منذ البداية. يعني من كنت أنا في الصف الثاني الابتدائي مرينا بالحرب الأولى، وهكذا خلال مسيرة حياتنا كل حرب أخذت منا الكثير وغيرت فينا الكثير. يبقى الجانب الإيجابي، كيف يمكن أن ننظر إلى المحنة أو الصعوبة اللي احنا نمر بها على أنه فرصة لبداية جديدة. أذكر أنه أنا كنت في الصف الثاني عشر، المرحلة التي تسبق الدخول إلى الجامعة. هذه سنة مهمة جدا لكل الطلاب، لأنه هي عبارة عن بداية مرحلة جديدة. الطالب ينتقل منها من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الجامعية. نسميها في العراق مرحلة تحديد المصير، لأن الإنسان بالاعتماد على درجاته في تلك السنة سوف يحدد مصيره فيما بعد أو حياته كلها. إذا أخذ معدل عالي راح يروح إلى كلية جيدة، وإذا أخذ معدل بسيط ممكن أنه يكون في مكان غير ملائم بالنسبة له. نعم، إذا كانت يعني مرحلة مهمة جدا في حياتك يعتمد عليها مصيرك أو مستقبلك في الأيام القادمة. ما الذي تعرضت له في هذه المرحلة؟ الحقيقة أنا وكل الموجودين كانوا في تلك الفترة كانت هناك حرب، أو كانت على أبواب حرب. بداية السنة الدراسية كنا على أبواب حرب، ولهذا كانت النفوس متعبة. الناس، الهيئة التدريسية، الطلاب في ذلك الوقت، هناك تهديد حقيقي بأن الإنسان نهاية الإنسان أو الموت. فما كانت هناك رغبة حقيقية أن الناس تدرس أو تتعلم. الكثيرين تركوا دراستهم، وفعلا حدثت الحرب في منتصف العام الدراسي. مجرد أن بدأت الحرب وحدثت، الكهرباء طبعا انقطعت، الماء، مياه الشرب انقطعت. الكهرباء أتذكر أنه استمر انقطاعها لمدة 3 أشهر دون أن تكون هناك، يعني لا توجد، لم نعرف شيء اسمه الكهرباء. في هذه المرحلة، في هذه الناس بدأت تفكر في مسألة الحياة والموت. ولكن دائما كنت أفكر في نقطة أساسية: عندما تأتي المشاكل يجب أن نفكر أن هناك جانب آخر. دائما عندما أفكر أنه عندما تأتي المشكلة تأتي معها في ذلك الوقت تأتي فرصة لبداية جديدة. كنت أسأل نفسي هذا السؤال: نحن الآن في هذه المرحلة قد نموت أو قد نعيش، الله أعلم، ولكن ما هي الفرصة التي ممكن أن نغتنمها في تلك الفترة؟ فكرت أنه أستغل ذلك الوقت في الدراسة. وهذا سؤالي دكتور: كيف وظفت هذه الأزمة لصالحك؟ في حين معظم الطلاب كانوا منشغلين بهذه المسألة، مسألة الحياة أو الموت، أنا فكرت أنه خليني أخذها فرصة كبداية جديدة، خليني أركز على مواد الدراسية. فبينما الناس كانوا منشغلين في أمور أخرى، أنا ركزت كل اهتمامي على الدراسة. كنت أقرأ ليل نهار، وضمن الظروف الصعبة ممكن قلت في وقت ما أنه تعاد الدراسة
وأكون أنا مستعد، إذا وهذا ما الناس حدث كلها فعلا. انشغلت عن الدراسة باعتبار أنه الحياة توقفت، ولكن أنت فكرت أنه لا، هذا الوقت أني خليني أدرس به أكثر وأستعد، لأن ممكن في أي لحظة تعود الحياة من جديد، وراح أحتاج هاي الخبرات وأحتاج هذا الوقت اللي أني راح أدرس به. فكانت النتيجة وهذا ما حدث فعلا. نعم. يعني في نهاية العام الدراسي هناك قرار أنه يعاد الطلبة إلى مقاعدهم، والامتحانات الوزارية كانت قائمة، فمعظم الطلاب كانوا منصدمين مذهولين كيف يرجعون الطلاب إلى حياتهم الطبيعية. في ذلك الوقت أنا كنت مستعد لهذا الأمر. فلما نفكر بهذا الأسلوب، أنه عندما تأتي المحنة يأتي معها الفرصة للبداية الجديدة، تكون الأمور غير. والحمد لله حصلت على معدل عالي مكنني أن أدخل إلى الكلية التي كنت أرغب في الدخول إليها. إذا نحن دائما نسخر كل الأزمات من حولنا لصالحنا. يعني هاي نقطة جيدة جدا لبدء عملية التغيير، أن يكون عندنا وعي لهذه الأزمة، وأنه نعرف أنه قانون التغيير قانون أزلي، فأعتمد عليه في أنه أستفاد من هذه الظروف اللي أنا على مر بيها. يمكن أنا كنت في نفس الظروف الحياتية عندما كانت الأزمة موجودة بالعراق هذه السنوات. يمكن أنا الفترة اللي استغليتها فعلا في قطاع الكهرباء، مثلا ماكو متابعة للتلفزيون، أنا بديت أحسن مهاراتي في أمور أخرى. أنا أتذكر تعلمت شلون أنسج. هو هذا المبدأ الصحيح، أنه إحنا لما تجينا فترات معينة ممكن أنه نقف منتظرين، نعم. ولكن ممكن أن نستفيد منها إيجابيا، أنه نطور من مهاراتنا. اليوم له قيمة، أو نعم. الوقت له قيمة. نستطيع أنه إما نطور مهاراتنا العقلية أو مهاراتنا اليدوية. في أي مهارة ممكن نأتي في يوم من الأيام ونستفيد من هذه المهارة. فعلا أنا يعني تعلمت أنسج، بدليل أنه أنا من رحت الكلية يمكن ملابسي كلها أنا نسجتها بإيدي. يعني بدل ما كان وقت ضائع للحسرة والتألم، أصبح بالنسبة لي وقت منتج استفدت منه. هذه الحالة لمن أني أشغل ذهني في تعلم مهارة معينة، أو في قراءة كتاب، أو مثلا حتى في زراعة الأرض، في أنه أسخر قواي البدنية في فعل أي شيء، أشغل ذهني عن الإحساس بالأزمة والتباكي على المأساة. لأنه فعلا ميكانيزم العقل البشري إذا لم يشغل بأمر مفيد سيشغل بالوساوس، بالأمور النيجاتيف. ولهذا يجب أنه دائما نشغل عقلنا ووقتنا بأمور مفيدة، لأنها ستبعدنا عن التفكير السلبي الذي لا يؤدي إلا إلى الإحباط، وإلى أنه ما نحب الحياة أو نتقدم في الحياة. إذا نحن نوجه من لقائنا هذا لأخواتنا المستمعات الكريمات، أنه أول نقطة حتى أقدر أتغير وأتقبل التغيير وأبدي بداية جديدة صح، أنه أستغل وقتي في اكتساب مهارة أضيفها إلى مهاراتي كي أستطيع أن أواجه الحياة الجديدة. بالتأكيد نستطيع أنه دائما نطور أنفسنا في هذا المجال. نستطيع أنه نوظف الوقت توظيف جيد، بحيث أنه هذه المهارة ممكن أنه تدر علي ربح مالي فيما بعد في المستقبل، بحيث أنه أستطيع أن أستفيد من عندها وأتعامل معها بشكل صحيح. نعم. زين دكتور، احنا تعرفنا على بعض في العراق وارتبطنا، وكانت خلينا نقول ظروف طيبة مواتية. كانت ظروف العراق شوية أصبحت أفضل. كان لي عمل مستقل، يعني مهندسة معمارية، زوجي دكتور IT، كان له مكتب مستقل. بعدها هبت علينا عاصفة أخرى، من جديد دخل العراق في مضمار حرب أخرى، ودخلنا الحرب 30 دولة. اضطرينا في تلك الفترة أنه فعلا نغادر العراق اللي هو مكان أمان، رزقنا، عوائلنا، صار عندنا طفل صغير. اضطرينا أن نسافر ونستقر في مكان جديد. ومع كل انتقال جديد تبدأ تحديات جديدة. يعني التحدي الكبير اللي واجهناه في أول انتقالنا إلى أن هناك ثقافة جديدة ما كنا نعرفها من قبل.
الثقافة الأساسية، إحنا كنا نتعامل مع المجتمع العراقي ونعرف كل تفاصيل المجتمع العراقي. مجتمع مغلق وصغير. نعم، والمفردات، المقابل يفهمني بسهولة وأستطيع أن أفهم المقابل نعم. بسهولة. لكن لما انتقلنا هذه الانتقالة أو سافرنا، جينا إلى بلد في حوالي 208 جنسية مختلفة. نعم. إذن أصبحت المعطيات متغيرة، لم يعد الأشياء اللي أنا كنت أفكر فيها في السابق يستطيع المقابل أن يفهمها. وأهم تحدي بدأ يظهر أو يلوح في الأفق هو حاجز اللغة، لأنه إحنا كنا متعودين على أنه كلنا نتحدث لهجة واحدة، لغة واحدة. نعم. في العراق، لكن الأمر أصبح الآن متغير. الآن أصبحت هناك لغة عامة مشتركة، اللغة الإنجليزية. نحن في الدراسة كنا نركز على المصطلحات الدراسية في اللغة الإنجليزية، لكن الآن أصبح التركيز حياتيا على الموضوع. كيف يمكن أنه إحنا نتحاور مع الآخرين مع هذه الجنسيات المختلفة؟ وبدأنا مرحلة، خلينا نقول بداية جديدة، هي محنة وبداية في نفس الوقت، أنه كيف أتعامل مع هذا المجتمع المتعدد الجنسيات، كيف أستطيع أن أكون فرد ناجح ضمن هذا الفرد، أفيد نفسي وأستطيع أن أفيد الآخرين. وبالضبط دكتور، مثل ما قلت حضرتك أنه إحنا جينا من مجتمع منغلق، العم، الخال، الأخ، الأخت، إلى مجتمع كبير يحوي كذا جنسية وثقافات مختلفة، من خلينا نقول التعلم الراقي إلى ثقافات بسيطة، ناس أدنى منا ثقافة. يعني صار عندنا محاور التعامل على كل الأصعدة. أكو ثقافات أعلى مني وأكو ثقافات أقل مني، فأنا حتى أتفاهم معاهم لازم أرفع مستواي في حين، ولازم أخفض من مستواي في حين آخر. أسلوب الاندماج بالثقافات الجديدة من أين يبدأ معنا دكتور؟ أولا يعني الحاجز الأساسي الذي ممكن أن ينشأ نتيجة الثقافات الجديدة أنني قد لا أتقبل الطرف الآخر أنه هو مختلف عني. نعم. نحن أساسا ولدنا مختلفين. صحيح عندما نسكن بلد معين محدد تنشأ هناك ثقافة معينة، لكن عندما أنتقل إلى بلد آخر جديد الثقافات تختلف تماما. فقد يواجهني، وواجهنا فعلا. نعم. المشكلة الأولية هو حاجز اللغة، فحتى نتغير في البداية كان هناك تحدي، لكن كيف ممكن أن نتعامل مع هذا التحدي؟ أصبحنا نضيف مفردات جديدة من لغة الحياة اليومية. نعم. إلى القاموس. من الممكن الإنسان أن يحتفظ بدفتر يجمع فيه هذه المفردات. إذا في كل يوم استطاع الإنسان أو استطاعت السيدة أنه تحفظ مفردة جديدة، نعم. أصبحت جزء من حياتها، فاهم لتركيبة المجتمع الجديد. إذن في البداية نفكر في التغيير من الداخل. نعم. أنه أنا أتقبل هذا المجتمع الجديد لأنه ليس ما تعلمته في المجتمع الذي كنت ساكن فيه هذا الخطأ وهذا صواب. لا، اكتشفت أنه هناك أمور أخرى، الناس يفكرون بطريقة أخرى تختلف عن طريقة تفكيري. إذن دكتور نقول أول نقطة هي تقبل الطرف الآخر. بالتأكيد نتقبل الطرف والانفتاح الآخر على الثقافات الأخرى. كي ننفتح على الثقافات الأخرى إذن لازم يكون عندنا لغة حوار مشتركة معهم. بالضبط. علينا أن نذيب هذا الجبل الجليدي. نعم. اللي موجود بيننا. ونصيحتك لنا دكتور في أن نكون رصيد من المفردات الجديدة، مفردات حياتية مشتركة، ونجمعها ونكتبها في دفتر حتى تكون محفوظة عندنا ونقدر نستخدمها عندما نريد التواصل. زين، تقنية أخرى تضيف لنا هي دكتور؟ أنه نحاول أن نكون صداقات مع البيئة التي نحن فيها. نعم. يعني لا ننكمش أو ننغلق فقط لأنه أنا جئت من العراق سوف يكون أصدقائي فقط من العراق. لا بأس أن تكون هناك صداقات، وفعلا كوننا صداقات مع أشخاص من جنسيات أخرى، فيتناميين، هنود. نعم. أي جنسية أخرى. هذه الجنسيات الأخرى علمتنا نوع جديد من الثقافة، وفي نفس الوقت صقلنا قابليتنا في اللغة. نعم. فلما كونا هذا الأمر أصبح اندماجنا سهل. نعم. في المجتمع احنا حبيناهم وفي المقابل هم حبونا، واستطعنا أن نمضي خطوة نحو الأمام باتجاه التغيير الإيجابي وباتجاه البداية الصحيحة في المجتمع. نعم دكتور، احنا نعرف يعني من باب أنه أنا مهندسة في طاقة المكان أنه الزرعة أو الغرسة عندما ننقلها من مكان إلى مكان آخر
في البداية ما راح تنمو بشكل صحي. أول شيء تبحث عنه النبتة هو الأرض الجيدة حتى تغرز جذورها. فإحنا مثل هذه النبتة، أول شيء نبحث عنه بالانتقال الجديد هو أن نستقر في مكان طيب. فأنا أنصح جمهورنا المستمع أبحث عن التربة الطيبة اللي أقدر أستقر بيها. حتى نقدر نستقر نرجع نفكر بالاستقلال المادي. إذا أول هذه النقاط حتى احنا نفكر في عملية التغيير، والتغيير يكون إيجابي، أنه نفكر أنه نقوي استقلالنا المادي. نعم. فالإنسان ممكن أن يقوي استقلاله المادي بعدة وسائل. إذا ممكن بعض الناس يمتلكون شهادات، البعض يمتلك حرف، فكيف ممكن أنه نوظف هذا الأمر؟ طبعا أنا أحكي لكم من تجربتي الخاصة أنه أنا انتقلت من مكان كنت مستقرة به ماديا، مستقرة عاطفيا، عندي أهل يسندوني، فجأة شفت نفسي في مكان جديد، الثقافة مختلفة مثل ما قلنا، اللغة مختلفة، قدراتي وقابلياتي في العمل اختلفت. زين، هل أني أقف مستكينة أنتظر أنه أرجع إلى مكان اللي جيت منه أو أكون مسحوقة في المكان الجديد؟ طبعا لا، لا هذا يفيد ولا هذا يفيد. أنا لازم أكون جزء من المكان الجديد، ولازم أبدأ، ولازم أحسن حتى أقدر أعيش بهذا المكان وأعتبره الملاذ الآمن إلي. فأول شيء نفكر بيه قلنا الاستقلال المادي، لأن هو اللي يمنح المرأة، وخصوصا المرأة، يمكن الرجل أقل تحديات يواجه في المكان الجديد اللي ينتقل له. المرأة باعتبارها هي الركن الرئيس في العائلة، عادة ما يلجؤون إليها الآباء، يلجؤون إليها أبنائها، فهي أي تلجأ لما تكون من الداخل محبطة لازم تلجأ إلى ذاتها، لازم تقوي نفسها. شلون تقوي نفسها؟ قلنا الاستقلال المادي أولا. ماذا لو أنه البعض لا يحمل الشهادة؟ نعم. كيف ممكن أنه يطور الإنسان إذا لم تتح له فرصة التعلم؟ طبعا أنت تبحثين في داخلك وتبحثين ماذا لديك لكي توفري استقلال مادي لك ولعائلتك. أولا قلنا الشهادة، ما أكو شهادة، أبحث عن الحرفة. عندي حرف أني أقدر أجيدها في هذا المكان الجديد وممكن أدر علي مدخول. ما عندي حرفة، أبحث عن المهارات. أي مهارة أنا كنت ذاكرتها من قبل أو أجد نفسي عندي قابلية على التعلم إليها، ألجأ إليها دون أي تمهل. هذه القابلية أو هذه المهارة أقدر أطورها، أنتمي لأي مكان يعلمني ويضيف لي إلى هذه المهارة. أبحث عن من يساندني في هذا المجتمع الجديد والمكان الجديد ويقدم لي سبورت ومساندة حتى أطور هذه المهارة. يعني حاليا عالميا أصبح البحث عن المهارة أكثر من البحث عن الشهادة. أكيد. عالميا في كل دول العالم. فالإنسان الذي لم تتح له فرصة التعلم هذا لا يعني نهاية المطاف، بل بالعكس ممكن أن يستثمر وقته ويستثمر جهده في أن يتعلم مهارة جديدة. هذه المهارة متاحة في كل أرجاء العالم. هناك معاهد تدرس هذه المهارات، ممكن أن يدخل كورس لمدة بضعة أشهر يتحول من إنسان عادي إلى إنسان ماهر وحرفي في الاتجاه اللي هو صحيح يستطيع دكتور. أن يقوم أصلا به. المجتمعات الحديثة كلها صارت بحاجة إلى الناس من أصحاب الحرف والمهارات، لأن ما ممكن أن يعيش مجتمع بحملة الشهادات فقط. لازم المجتمع بكل طوائفه وبكل خبراته ومهاراته يتعايشون مع بعض. فشفنا أنه أصحاب الحرف هم أيضا مطلوبين في المجتمعات الجديدة، لأن بهم تقوم الحياة والأساس الاقتصادي لذلك المجتمع. قلنا بعد الاستقلال المادي راح تحصل المرأة على الاستقلال العاطفي. الاستقلال العاطفي أي ما تبقى تبعية على الزوج أو على الأخ. نعم، أحيانا لأنه المرأة تبقى مع الزوج لأنه هي محتاجة له ماليا، لأنها غير مستقرة. نعم. غير مستقلة ماليا. نعم. لكن ولهذا حتى مشاعرها لا تكون واضحة بشكل وغير صحية. كبير وغير صحية. متى تكون
المرأة صحية عندما تستقل ماليا نعم. عن الزوج، فتكون خياراتها وقراراتها ومشاعرها ملكها بصورة بحتة، وتوجهها التوجيه الإيجابي الصحيح. تحب هذا الرجل، تعيش معه لأنها عندها استقلالها المادي، فعندها استقلالها العاطفي. تعيش معه لأنها تحبه، لأنها تحبه، لا لأنها محتاجة وليس إلى لأنها دعمه. تبعية له وتحاول أن تكسب رضاه حتى تبقى تعيش آمنة اقتصاديا. هنا راح نشوف العلاقة الزوجية تكون ناجحة جدا، وعادة هذا ما يحدث في المجتمعات الحديثة. العلاقة بين الزوج والزوجة 1 to 1، يعني الند والكفؤ، فتكون العلاقة عاطفية صحيا. كذلك خلينا نقول بعد الاستقلال العاطفي والاستقلال المادي يجي الاستقلال الثقافي. أنا صاحبة فكرة، أنا ما أتنازل أو أضطر أنه أتبنى فكرة الطرف الثاني لأن هو مسؤول عني ماديا، لا، أنا أتناقش معه وأتقبل فكرته ونتعايش الاختلاف بين الطرفين، ولكن أنا ما أكبت في داخلي مشاعري وأفكاري لأن أنا تبع لهذا الرجل أو تبع لهذه الجهة لأنها مسؤولة عني ماديا. هنا أنا راح أتصرف بكل إنسانيتي، ما كان يملى علي راح أنا أتصرف به بمحض الإرادة الحرة، لأن أنا أصبحت مسؤولة عن نفسي وأصبحت إنسانة جديدة. كل هذا منحنا هو البداية الجديدة. نعم، البداية الجديدة من ضمن الأمور التي المهمة التي يجب أن نعرفها عن البدايات الجديدة. عندما ننتقل من جهة إلى جهة ومن تجربة إلى تجربة، هناك موضوع الذكريات المؤلمة. نحن نحمل في داخلنا العديد من الذكريات المؤلمة التي يجب أن نتعامل معها بأسلوب إيجابي وبأسلوب صحي كي نستطيع أن نمضي قدما. نعم، ما رأيك دكتور في أنه ناس تحاول أنه تغير حياتها، تهاجر من مكان لمكان أو تسافر من مكان لمكان، ومع ذلك ومن الحمق أنه يحملون معاهم كل أمتعتهم أو يجيبون معاهم ذكرياتهم من الأمتعة والأدوات والصور، خلينا نقول اللي جاية بنفس المشاعر في المكان الجديد، ويقولون إحنا ما قادرين نستقر بالمكان الجديد وما قادرين نتغير. شو نصايحك لهؤلاء الناس؟ يجب أن نقيم في البداية كل ما نأخذه معنا، سواء أنه كانت ذكريات من الداخل نعم، أو هي أمتعة خارجية. بالنسبة للأمتعة، كل شيء ممكن أنه يحمل معي ذكرى سيئة يجب أن أوقفه، أستغني عنه، سأرتاح لأنني سأخلي المجال لذكرى إيجابية ستدخل إلي. إذا بقيت مرتبط في هذا الجزء سأبقى مرتبطا بالماضي، وأحيانا الماضي يمنعني من أن أعيش هذه اللحظة الحالية. فإذا هذه الذكريات وهذه الارتباطات يجب أن يعني نتخلص منها إن ربطتنا بأسلوب سلبي، سواء هذا الجانب المادي، وهناك أيضا الجانب المعنوي أو الذكريات المؤلمة اللي نحملها في داخلنا، يجب أن نتعامل معها بإيجابية كي نستطيع أن نمضي قدما نحو الأمام. زين دكتور، مثل ما تفضلت، نحن عندنا في قوانين طاقة المكان أنه كل مكان في الذاكرة له مكان على الأرض، أو العكس صحيح، كل مكان على الأرض أو البيئة المحيطة بنا لها مكان في الذاكرة وفي داخلنا. نحن في أسلوب طاقة المكان نقول حتى ننظف المكان نغسله. في طاقة الإنسان كيف لنا أن نغسل الذاكرة؟ أول هذه النقاط، طبعا هناك ذكريات مؤلمة. بعض الذكريات المؤلمة قد يحدث فيها فقد، تفقد إنسان عزيز، تفقد دار، أو تفقد شيء مهم جدا في حياتك. الألم لا يمكن أن يشعر به إلا صاحبه، وأي عمليات تصبير أو تهدئة الإنسان تبدو أو دفعه إلى الكبت أو دفعه أنه يكبت. هذا الأمور ليست صحيحة. النقطة الأساسية في الموضوع أنه نتعايش. أولا نحزن أو نتعلم الحزن، لأنه أحزن في هذه المرحلة وأخرج ما موجود في داخلي
هذا أفضل من أن أكابر وأكتم هذه المشاعر، لأنها ستبقى هناك وستؤدي إلى أساس هش من كيان الإنسان. الإنسان يحزن نعم، ولكن عليه أن ينظر بنظرة إيجابية لتلك الذكريات المؤلمة. أتذكر أحد الأحداث المؤلمة في حياتي هو فقداني لوالدي. هذه كانت من أكبر المصائب التي مرت بي. بكيت، شعرت بألم وحزن، وعشت في دور يعني دور من الحزن العميق. لكن في نفس الوقت بديت أنظر إلى الموضوع من الاتجاه الآخر، أنه والدي أصبح في ضيافة الله سبحانه وتعالى، والله يحسن ضيافة من عنده. فبدأت نظرتي تختلف. هو الآن ليس في وضع سيء، إنما هو في ضيافة كريمة أفضل من ضمن هذه التحديات. عندما أستحضر هذه الذاكرة لا تعود مؤلمة، لأنني أعلم بأن الله سبحانه وتعالى يحسن ضيافة من يأتون إليه. إذن من أفضل السبل لغسل الذاكرة هو أن تعيش لحظة الحزن وتفرغ فيما داخلك من الحزن. نعم، الإنسان يبكي، يظهر حزنه. نحن لا نريد أن نغطي الأحزان، نحن نريد أن نتشافى من هذه الأحزان. يجب أن نعترف بالحزن وبالألم الذي نعيشه كي نستطيع فيما بعد أن ننظر نظرة إيجابية لهذا الحزن ونبدأ أن نمضي نحو الأمام. إذن نحن نحزن ثم نفصل هذا الحزن بفكرة إيجابية جديدة كي نعيش اللحظة القادمة من حياتنا. زين، احنا قلنا في طاقة الإنسان نغسل الذاكرة، وفي طاقة المكان نغسل المكان وننظفه من من الأمتعة. يعني هاي نصيحة مني أنا خبيرة في طاقة المكان. خواتي المستمعات اللي سافرت أو هاجرت أو انتقلت من مكان لمكان، لا تجيب معاها أي شيء من الأمتعة أو الآثاث اللي لها ذكريات حزينة معاها. خلينا نبدي مثلا أنا أحكي عن نظافة البيت وطاقة المكان. ماذا لو كان الإنسان يحمل صورة لشخص خلينا نقول خانه أو كانت تجربة سيئة معه؟ هل من الضروري أن يحتفظ هذا الإنسان بهذه الصورة؟ طبعا لا. أنا راح أحكي لهم عن نبدي بداية في طاقة غرفة النوم. خلينا نقول أول شيء الإنسان يعني بعد ما حصل على الاستقلال الاقتصادي، استقلال ثقافي، صار عندك استقلال مادي، نجي نقول أولوياتنا في الحياة شنو هي اللي لازم نحصلها حتى نستقر. أول شيء راح نفكر به طبعا هو المأكل أكيد، ولكن أنا بالنسبة لي كخبيرة في علم طاقة المكان أقول لا، المسكن لأن أنا راح أحافظ على عائلتي داخل هذا المكان. احنا عندنا حتى بالمثل الشعبي نقول البطن ما تتفتش. أنا أقدر أكل أي شيء، ولكن مكاني لازم أحصل على مكان أنا والشريك أو أنا مع نفسي ينقفل علي باب وعندي شباك. أبسط مقومات المكان للإنسان حتى يعيش مرتاح، أكو باب وأكو شباك. هل من الممكن أنه إحنا نرتب طاقة المكان حتى ولو كنا عايشين في غرفة صغيرة؟ بالضبط دكتور، مثل ما أقول لك حتى نسميه مكان لازم يكون عندي باب يقفل علي، ولازم عندي شباك أتواصل به مع العالم الخارجي. أبسط مقومات طاقة المكان الصحية هي التهوية. أكو شمس وأكو هواء وأكو تواصل بصري مع الناس. أنا من أشوف أكو ناس برا حتى ولو كنت داخل المكان ما أشعر بالوحدة. ما أنصح أبدا أنه تسكنين مكان الشباك به مغلق أو ماكو تواصل بصري مع الآخرين اللي برا، لأن تواصلي معهم راح يسحبني من نفسي ويطلعني من ذكريات الحزينة ويخليني دائما أعيش في حالة تفاؤل. قلنا الهواء الطبيعي، الشمس الطبيعية، ضوء النهار الطبيعي لازم يدخلي بالمكان. حتى أشعر بالأمان والحماية لازم عندي باب أقدر أقفل على نفسي. أنا ما أسمح للمرأة بمجتمعنا تتنازل عن حقها في أن يكون عندها باب تقدر تغلقه من الداخل وتنام بأمان بالفضاء تبعها. بعدها طبعا مثل ما قلنا أنه مقومات البيت الصحي أو المكان الصحي ما له علاقة بالمستوى المادي.
الغني والفقير من حقه أن يعيش في مكان صحي. المكان الصحي يعتمد علينا احنا من الداخل، كيف نحب نعيش. من حقنا جميعا أن نعيش في مكان صحي. قلنا الشمس، قلنا الهواء، قلنا باب ينقفل، قلنا أكو تواصل بصري، نرجع نقول أكو إنارة جيدة داخل المكان، نرجع نقول التأثيث، أركز على التأثيث، لازم يكون الأثاث بسيط وقابل للتغيير. ما قلنا أنه يرتبط بالذاكرة مالتنا، ونحن على أبواب بدايات جديدة دائما في حياتنا، أخف ما يمكن من الآثاث. بالنسبة إلى طاقة المكان، نحكي مثلا بصورة رئيسية عن غرفة النوم، لأن كلتنا نملك غرفة نوم. قد لا نملك المرافق الأخرى من البيت، ولكن جميعنا يملك غرفة نوم، وغرفة النوم هذه مهمة جدا في حياتنا، لأن نقضي بيها معظم وقتنا. تقريبا دكتور 8 ساعات هو يعني احنا نقضي في غرفة النوم. فضاء غرفة النوم يعني ممكن أن يكون حتى بمفهومه الصغير السرير الذي ننام فيه. أحيانا في بعض الأحيان الظروف قد لا تسمح بأن يكون هناك لدينا فضاء مستقل لغرفة النوم، ولكن حتى السرير البسيط ممكن أن نعتبره هذا فضاء أو المكان الذي نسترخي فيه. فما هي الأشياء البسيطة التي ممكن أن نقوم بها من أجل أن نحافظ على هذا الفضاء بحيث يعطينا طاقة جديدة ويشحننا بالطاقة؟ بالضبط، هو أي مكان أني أقف عليه بقدمي هذا يعتبر مكاني. هذا المكان حتى يكون صحي لازم يكون نظيف، لازم يكون بألوان مناسبة وهادئة. احنا بغرفة النوم أو في سرير النوم يفضل أن تكون الألوان قريبة من لون التربة، لون التربة ولون النباتات. يعني خلينا نقول اللون الترابي واللون الأخضر هما محببين للنفس البشرية، فأفضل أن تكون هذه الألوان موجودة داخل غرفة النوم. الوصول إلى السرير مالتي لازم يكون بدون معوقات. أحاول قدر الإمكان يكون طريقي باتجاه سرير النوم خالي ونظيف. إذا إحنا الفكرة الأساسية أنه إحنا نبعد أي كركبة موجودة أو أي حاجات لا نستخدمها، أو كل ما كنا أخلينا المساحة أكثر كانت المساحة أوسع، تكون الطاقة أفضل. يشعر الإنسان بشعور بالضبط. أفضل. انتقال الطاقة، أو اللي ما يعرف في مفهوم الطاقة يعني نقول يكون مرتاح من الداخل. احنا نعرف، أنا مرة وأعرف النساء الأخريات، أنا من يكون البيت نظيف وكل شيء قاعد بمكانه، أنا من الداخل أكون مرتاحة. عندما تجيني فكرة سيئة أو خلينا نقول أشعر بأفكار تضايقني، تشوفني دائما أقوم أتحرك، أقوم أحاول أنه أعيد ترتيب الأشياء بمكانها. هذا إيش يعني أنه الحركة بركة، وأنه كل شيء في داخلي له ارتباط بأشياء موجودة في الخارج، فأسعى إلى ترتيب السرير. الترتيب يعني دكتور كثير مهم داخل البيت. يعني أحيانا إحنا ما نستطيع أن نرى إن كانت أفكارنا مرتبة أو لا، ولكن نستطيع أن نرى إن كانت الغرفة مرتبة. بالضبط. الغرفة المرتبة أو الفضاء مهما كان صغر حجمه إن كان مرتبا تدل على أفكار مرتبة نستطيع من خلالها أن نبدأ أن نتحرك، في حين لو كان الفضاء اللي أنا فيه صغير كان أم كبير مكركب بمعنى أنه أفكاري في الداخل هي أيضا مكركبة. من الأشياء الأخرى اللي تضيف طاقة إيجابية أو تضيف بهجة للمكان أو تضيف راحة نفسية إلي، أنا أحبذ أن يكون المكان بنباتات. النباتات في علم طاقة المكان أو بأبسط أنواع المفاهيم، النباتات تدلنا على أنه المكان صحي أو لا. المكان اللي تنمو به النباتات هذا مكان إيجابي وصحي. إذا ما قدرت النبتة أن تعيش، فما ممكن هذا الإنسان راح يكون مرتاح بالتواجد في هذا المكان. فأحب أن يكون عندي نبتة صغيرة خاصة بي داخل المكان اللي أنا بيه. طبعا أنا أحبذ وجود الحيوانات الأليفة أيضا، اللي يقدر يجيب حيوان أليف يقدر يجيب حيوان أليف. ما تقدر تجيب بالمنزل حيوان أليف، يمكنك أن تتعاون وتتعامل مع الحيوانات الموجودة برا. الطيور، إذا أكو طيور محيطة بي أحاول أن أخلي لها فتاة الطعام على النافذة حتى تجي هاي الطيور جيدة إلى هذا المكان، تضفي طاقة إيجابية إلى المكان وتضفي راحة نفسية الداخلي.
فهذه أشياء يقدر أي إنسان يقدر يخلي المكان بيها إيجابي. الألوان، ما أحب أكون الألوان قاتمة في المكان، خلي دائما ألوان مشرقة حتى أني أكون مرتاحة من الداخل. إذا كنت أقرأ أو أكتب، أحاول دائما أخلي أبسط أنواع الكتب قريبة متناول يدي حتى أشغل نفسي عن أي فكرة سلبية. مثلا إحنا رايحين إلى مكان جديد وثقافة جديدة، أحاول أن أخذ كتب بهذه اللغة الجديدة وبلغة مبسطة أخليها قريبة مني وأقراها، وأشغل نفسي في تعلم ثقافة هذا المكان الجديد اللي أنا موجودة به. ثقافة المكان هي جزء من طاقة المكان. يعني عندما تحدثت عن الجذور ونقل التربة من مكان إلى بالضبط. مكان من خلال قراءتنا أو تعلمنا لبعض المفاهيم الموجودة في المحيط الذي نحن فيه، هذا وسيلة أخرى أو رؤية أخرى إلى أن احنا نمد جذورنا في هذا المكان ونصبح بشعور أو نشعر بأننا منتمين إلى هذا المكان. بالضبط. إذا وصلنا هذا الشعور أصبحنا نحن أقوى. نعم. ونستطيع أن ننتج، نكون نافعين لأنفسنا ونكون نافعين للمكان الذي أنا نحن من فيه. أغرس نبتة في مكان الجديد، أنطي رسالة إلى داخلي وأحاسيسي ومشاعري أنه أنا انتميت إلى هذا المكان الجديد. دكتور، أكو عنصر مهم أيضا نحب أن نذكره في طاقة المكان أو طاقة البيت، المرايا. المرايا لها تأثير كبير في طاقة المكان وحديث المرايا. يعني أنا أحب أن أحكي بكل وضوح وصراحة مع مستمعاتنا الكريمات. المرأة يمكن هي عندها وقت كبير تقضيه أمام المرآة. أي حوار مع المرايا أثناء فترة تغيير الملابس أو أثناء تنظيف البشرة، حاولي أن تغذي نفسك بأفكار إيجابية حلوة. دائما احكي ويا نفسك كلمات طيبة. يعني عندما يطالع الإنسان نفسه في المرآة، نعم. عليه أن يختار كلمات جميلة. بالضبط. يختار عبارات إيجابية، يشجع لأنه نفسه. هذه بالضبط يشجع نفسه، يساعد نفسه، لأن هذه انعكاسها عليه فيما بعد أو تؤثر عليه بشكل مباشر. أنا فارقت ناس أحبهم، فارقت ناس قريبين مني أعزاء علي، ما عاد تسمع كلمات التشجيع، ما عاد تسمع كلمات الحب. يمكن أنا أسمعها لنفسي وأني واقفة أمام المرآة. في هذا الوقت يكون عندي استعداد قوي أنه أتقبل المشاعر الإيجابية. ما حد يسمعك الكلمة الطيبة، سمعيها لنفسك. احرصي جدا على أن تواجهين نفسك مواجهة سليمة وبسيطة. الضحك على المرآة، اوه قد مبين علي العمر، اوه شوف الأزمة ايش تركتب على وجهي. لا، دائما قولي أنا قوية، أنا الأزمة ما أثرت بي، أنا ايش قد أكبر بالعمر أصبح أجمل. صدقيني راح تنعكس على داخلك وراح تشوفين وجهك شلون ينور ويشرق. طبعا من مقومات طاقة المكان أيضا الملابس النظيفة. اختار دائما ملابس نظيفة، مو الملابس الغالية الثمن. مثل ما قلنا، من حق الفقير والغني أن يعيش عيشة إيجابية. دائما ملابسي نظيفة. خلينا نقول إذا قدرت أبسط أنواع الكوي أخليها مكوية. الملابس النظيفة والمكوية راح تعطيني قيمة اجتماعية وثقة من الداخل أنه أني إنسانة مهمة في المكان اللي أني بيه. إيش رأيك دكتور؟ نعم، كل هذه الأمور تتكامل مع بعض، وإحنا نريد نوصل فكرة أو خلاصة نجمع بها هذه الأمور، بحيث أنه المستمعات الكريمات يحددون ملامح البدايات الجديدة، كيف تكون البدايات الجديدة. وأحب أن أذكرهم، سآتي إلى ما تفضلت به ونضيف، ولكن تذكروا كل ما تأتي بداية جديدة أو تحدي جديد أو محنة أو أزمة، فهي تحمل بين طياتها فرصة. الفرج. نعم. الفرصة من أجل أن أبدأ بداية قوية جدا. إذا واجهتني أي مشكلة لازم أسأل نفسي هذه المشكلة أو هذا التحدي كيف ممكن أن أحوله إلى فرصة جديدة لأبدأ أو أنطلق من جديد. إذا مثل ما قلنا، رحلة التغيير هي رحلة مستمرة معنا في حياتنا. كيف نحولها من خطورة إلى مغامرة؟ كيف نعيش هاي التجربة بحب
بدل أن نعيشها بحزن. كيف نتسلق الأحداث ونصعد لنصل إلى أهدافنا. كذلك من الأمور اللي نحب أنه نذكر بها أنه كل الأمور المؤلمة يجب أن نتعامل معها بطريقة إيجابية، نعيش الحزن ثم بعد ذلك ننظر إلى الموضوع نظرة إيجابية. ثانيا، كل المتعلقات المتعلقة بالحزن ينبغي أن نتخلص منها لأننا نريد أن نبدأ من جديد. نعم. الفكرة الأساسية أن نعيش الحاضر، الماضي لا يمكن تغييره والمستقبل يعتمد على هذه اللحظة الحالية. إذا فكرت في هذه اللحظة الحالية كنت بوزيتيف وكنت إيجابي، أنا أضمن بأنه الآتي سيكون أفضل وسيكون إيجابي. ويمكن أن أنظر إلى نفسي نظرة أخرى، أنا من المحظوظين أو أنا من المحظوظات اللي قدرت أعبر من جانب إلى جانب وقدرت أنتقل إلى مجتمع جديد وحياة جديدة. قلنا حتى نندمج بالحياة الجديدة والمجتمع الجديد يجب أن نحل أول شفرة اللي هي عامل اللغة. واللغة يمكن تحسينها بشكل مستمر من خلال مفردات بسيطة يومية نضيفها إلى قاموسنا الحياتي، وكذلك في نفس الوقت نمد جذور الصداقة. كل شخص جديد، كل إنسان من جنسية مختلفة ألتقيه راح يضيف إلى حياتي، يعلمني شيء جديد من خلال اندماجي في المجتمع، من خلال معرفتي لهؤلاء الأشخاص من كل الجنسيات المختلفة. أستطيع أن أبدي وأمضي نحو الأمام بثقة أكبر. وللاندماج مع المجتمع الجديد والثقافات الجديدة لازم أني أتقبل فكرة الاختلاف. المختلف عني مو هو الخطأ وأنا الصح. المختلف عني له ثقافة تخصه وأنا لي ثقافة تخصني. يجب أن تندمج هذه الثقافات مع بعض حتى نقدر نتعامل مع بعض ونتعايش مع بعض، وليس هناك صح أو خطأ في الموضوع. لكن هناك تقبل للآخر وتقبل للاختلاف. كوني أنا مختلف وأفهم أنه المقابل لا مختلف يعني أنا الأفضل، لا يعني أنا الأفضل ولا يعني أنهم الأفضل. نعم. ولكن الفكرة أنه أحترم المقابل، أحترم ثقافة المقابل، والمقابل أيضا سيحترمني عندما يجد مني هذه النظرة أو هذا الاحترام. وبهذا نستطيع أن نمد جسور العلاقة بيني وبين المجتمع الجديد، لأنني لا أستطيع أن أعمل منفصلا عن المكان اللي أنا موجود فيه. لازم أكون جزء من هذا المكان كي أستطيع أن أنتج وأمضي نحو الأمام. طبعا مثل ما قلنا الإنسان مثل الشجرة والغرسة، انتقلت المكان جديد، بديت تحاول أنه تندمج مع الثقافات الجديدة، بديت تحل أزمة اللغة بالحصول على مفردات جديدة حتى تكون جزء من هذا المجتمع ومبدع به وتبدي تسوي لك مكانة حقيقية داخل هذا المجتمع. لازم يكون عندك الاستقلال المادي. مهما كنت أنت ومهما كانت ظروفك، سواء أنه كنت متعلم أو غير متعلم، صاحب حرفة أو لا تملك هذه الحرفة، فالفرص موجودة. تستطيع أن تطور نفسك في أي مكان كنت فيه. كورس بسيط ممكن أن تأخذه في الخياطة، في الزراعة، في أي شيء، أي مهنة بسيطة ممكن أن تتعلمها خلال أشهر بسيطة. تستطيع بعدها أن تكون جزء من المجتمع. إحساسك كبير جدا بالراحة عندما تشعر بأن أنت مستقل ماديا، تستطيع أن تفيد نفسك وتفيد أحبائك اللي موجودين معك. بالضبط دكتور، استقلالنا المادي راح يخلينا نحصل على الاستقلال قلنا العاطفي، وما بعد الاستقلال العاطفي الاستقلال الثقافي، فتكون حاستي الإنسانية وحاجاتي الإنسانية كلها متكاملة عندي. هذا راح يخليني فرد ناجح في المجتمع، أنا أحس بقيمتي وأحس بمكانتي، ولهذا راح أتصرف بثقة عالية وأكون جزء فعلا فعال من هذا المجتمع اللي منحني المكان ومنحني الأمان. فرد الجميل لهذا المكان الجديد أنه أكون أني جزء ناجح وفعال في هذا النسيج الجديد. وكذلك الإنسان يستطيع أنه يعمل بعض الأمور البسيطة والتي هي في متناول الجميع ليغير من حياته. أول هذه الأمور هي الترتيب. كما قلنا، الترتيب عندما أرتب حاجياتي أتخلص من الأشياء الإضافية اللي أنا ما أحتاجها.
أبقي فقط الأساسيات والضروريات، ونظف الفضاء اللي أنا فيه، سواء كنت أعيش في غرفة واحدة أو كنت أعيش في منطقة أوسع. بإمكاني أن أنظف وأرتب الأمور. فهناك شيئين أساسيين، ألا هما التنظيف، المحافظة على النظافة، نظافة الإنسان من الداخل، ونظافة البيت الذي أنا فيه، ونظافة البيئة التي أعيشها، وكذلك في نفس الوقت أرتب كل الأشياء نعم، بأسلوب. ونظافة أفكاري أيضا. بالتأكيد. يعني إحنا دائما نقول أنا حتى أكون منظم لازم أنظم أولوياتي بالحياة، أيهما أولا وأيهما تاليا، وهكذا. عندما أكون منظم تكون حياتي من حولي كلها منظمة. يعني قلنا أولوياتنا: المأكل، المسكن، الملبس. وأنا بالنسبة لي أأكد على المسكن حتى قبل المأكل والملبس، لأن من أكون مستقلة في مسكني ومكاني أقدر أبني وأمد الجذور في المكان، وأقدر أتواصل مع المحيط من حولي بكل ثقة وبكل حب. كنا نتمنى أن نكون معكم وجها لوجه، نتحدث معكم ونسمع منكم أسئلتكم، ولكن من القلب نوجه لكم تحية، ونتمنى أنه تكون هذه المحاضرة هي فرصة لأن تبدأون من جديد. يعني أنا وزوجي وابني جينا مثلكم بالضبط من أزمة، خرجنا وجينا إلى تحديات جديدة وصعوبات جديدة. ما أقولكم الأمر سهل ولا الأمر بسيط، ولكن الأمر ممتع، وتقدرون أن تسوون وتنجحون مثل ما قدرنا نسوي وننجح نحن أيضا. ذكريات جديدة، سوينا بيت جديد، سوينا علاقات جديدة، اكتسبنا مهارات. أبدا أني ما نادمة أنه تركت مكاني القديم، وسعيدة وأعتبر الرحلة مغامرة، ولا يزال القادم هو الأفضل بالنسبة لي ولزوجي وابني. ونتمنى تكون أنتم أيضا رحلتكم مغامرة جميلة ما تندمون على أنه خضتوها، ويبدأ أي واحد منكم أو أي وحدة منكم تخطط لحياة جديدة وجميلة بإذن الله. دعواتنا لكم بالتوفيق، وإن شاء الله نسمع عنكم كل الأخبار الطيبة. أهلا وسهلا بكم، وشكرا لأنكم كنتم تستمعون لنا وكنتم مبتسمين وأنتم تسمعونا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.